Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أحبتي الدعاء عبر الإنترنت، ما أجمل أن نجتمع اليوم في هذا الفضاء الرقمي حيث تختصر المسافات وتجتمع القلوب رغم تباعد الأجساد. نحن اليوم في عصر التكنولوجيا حيث أصبحت الكلمة تصل إلى الآفاق بركضة الزر والفكرة تنتشر في ثوان معدودة. أيها الحاضرون المحبوبون، والسؤال المهم: كيف نستثمر هذه النعمة في خدمة دعوتنا؟ عنوان حديث اليوم هو الدعوة الإلكترونية، فرصة عظيمة ومسؤولية كبيرة. في الماضي كان الداعية يسافر لأيام وشهور ليبلغ رسالة الإسلام، أما اليوم فبإمكانك أن تدعو إلى الله وأنت في بيتك، الهاتف بين يديك والإنترنت متاح للجميع. فلماذا لا نجعل من هذه الوسائل منبر لنشر الخير بدلا من أن تكون ساحة للجدل والخصومات؟ لكن كيف نكون دعاة ناجحين في هذا العالم الرقمي؟ أولا، الإخلاص. قبل أن تنشر أي كلمة اسأل نفسك: هل أفعل هذا لله أم للشهرة والإعجابات؟ تذكر أن الله يعلم ما في الصدور. ثانيا، التثبت من المعلومات. لا تكن ممن ينشر كل ما يصله دون تحقق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. تأكد قبل أن تنشر. ثالثا، الأسلوب الحكيم. الإسلام دين الرحمة، والداعية الناجح هو الذي يخاطب القلوب قبل العقول. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقولوا للناس حسنا. البقرة الآية. لا تكن قاسية، فالكلمة الطيبة تصنع الفرق. ولكن انتبه، هناك تحديات. كما أن الإنترنت وسيلة للدعوة، فهو أيضا ساحة للفوضى الفكرية حيث تنتشر الشبهات والانحرافات. دورنا ليس فقط في نشر الخير، بل أيضا في تصحيح المفاهيم المغلوطة بأسلوب راق وعلمي. إذن ماذا علينا أن نفعل؟ علينا أن نكون قدوة في أخلاقنا، أن نستخدم وسائل التواصل بحكمة، أن نكثر من نشر الخير، وأن نتعاون في الدعوة ولا نختلف. أيها الحاضرون المحبوبون، في الختام أحبتي، الدعوة ليست وظيفة لفئة معينة، بل هي مسؤولية كل مسلم. فلنجعل من هواتفنا وأجهزتنا منابر للخير لا للجدال والفرقة. أسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين وأن يبارك في جهودكم جميعا. والكلمة الأخير: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.